ربنا يسترها معانا، استرها معانا يا رب. قمة التهريج والعبثية. قمة التهريج والعبثية. 3 ماتشات لمنتخب مصر بنشوف فيهم أشكال وأنماط مختلفة. مفيش حاجة ثابتة إن إحنا نقدر نشتغل عليها، زي الضغط العالي المرتفع، أو هجمة مرتدة، أو تشكيل ثابت يوضح إحنا رؤيتنا إيه بالظبط. أول ماتش مع بلجيكا قدرنا إن إحنا نلعب ماتش عالمي بصراحة. الجناحين بيغطوا مع الباكين، وفي عملية ضغط مرتفع بتوصلنا للهدف اللي احنا عايزينه، وقدرنا للاسف نتعادل، واحنا كان في ايدينا نكسب والله. الماتش الثاني بنلاعب فريق لياقه بدنيه عاليه وقوه، جريناهم واثر علينا كتير. في الشوط الاولاني ما كناش موجودين لغايه ما قدرنا نلم نفسنا في الشوط الثاني. الماتش الثالث حدث بقى ولا حرج. تشكيل خاطئ من البدايه، تغييرات خاطئه. انت مش واخد بالك يا حسام يا حسن ان انت بتلعب في مجموعه كلها فرقها بتعتمد على القوه البدنيه واللياقه البدنيه العاليه والجري في الملعب بقوه وضغط. يعني بنلعب فرق عندها اندفاع بدني. هلكنا الفرقه بتاعتنا لان احنا من بدايه المعسكر شغالين غلط، واخدين 4 حراس مرمى بدل ما ناخد مهاجم زياده، وبعدين ناخد مهاجم واحد بس نعتمد عليه وهو بلا خبره دوليه. انا شايف مثلا في الماتش الاخير ده ايران متحمسه جدا انها تكسب، لانها هتحصل على المركز الثاني لو قدرت انها تكسب. نقوم احنا نازلين ما لعبناش غير اول ربع ساعه الشغل بتاعنا الصح. المفروض فرقه زي دي، انا قلت في الفيديو اللي فات ان احنا نضغط عليها ضغط مرتفع، وبعدين نلعب 1 2 او 1 3 من ناحيه اليمين بتاعتهم، ونخترق من العمق. عندهم مشكله في ناحيه اليمين الدفاعيه بتاعتهم. دي ثغره واضحه استغلتها بلجيكا كتير، بس ما عرفتش تتخلص بسرعه لان كان عندهم سنه بطء. يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ لازم يكون عندنا مهاره في التنقل بالكرة. ممكن 1 3 ما بين امام وبين مرموش من ناحيه الشمال اللي هي اليمين بتاعتهم الضعيفه. 1 3 ما بين امام ومرموش فتوح، هنخلق بينها بسرعه هجمه جميله جدا. الاتجاه من العمق من ناحيتنا، مرموش بيجيد الحته دي قوي، وصلاح بعد ما دخل في الشوط الثاني في المنطقه اللي قدام الدايره وقدر ان هو يخترق من في دفاع نيوزيلندا، هنقدر نعملها قدام ايران على فكره. هدف جه عن طريق الاختراق من العمق. الهدف بتاع مصر اللي احنا جبناه، محمد صلاح وزيكو اخترقوا من العمق، وقدر محمد صلاح ان هو يلعب اللعبه العادله بتاعته، ان هو ينكشها بشماله كده، صدت في الجون، لقيت محمود صابر راح لطشها داخله في الجون. يبقى احنا كنا بنتكلم صح لما قلنا نخترق من العمق، ومحمود صابر جاب الجول من ناحيه اليمين الدفاعيه اللي هي ضعيفه في منتخب ايران. بدا منتخب ايران يضغط بقوه، واحنا بنجريه بسرعته. احنا فرقه ما عندهاش الدفاع بدني، احنا بنعتمد على الحرفنه والمهاره والتكتيك. المفروض يا جماعه ان احنا نحافظ على المبدا ده، احنا نمسك كوره وننقلها بسرعه بيننا وبين بعض مع دقه في التمرير، ونخترق من العمق ومن على الاجنحه. عرضيات مع ايران مش نافعه، واحنا شغالين عرضيات عرضيات، ولولا ساتر ربنا كان زماننا مغلوبين الماتش. ان في شك اصلا ان الجول اوف سايد ولا مش اوف سايد. انا شايفه بصراحه مش ان هو اوف سايد، بس في ناس بتقول ان هو مش اوف سايد. المهم يعني ستر ربنا ان احنا قعدنا نتارجح من المركز الاول للثاني للثالث للاول للثاني للثالث لغايه ما في النهايه الحمد لله ربنا سترها وبقينا في الثاني. وهنروح نقابل استراليا اللي هي اقوى من ايران وبتلعب بنفس الغلاسه الدفاعيه، بس بتعتمد برضو على القوه واللياقه البدنيه العاليه والسرعات. احنا مش هنجريها. لو لعبنا بنفس الاسلوب اللي لعبنا بيه قدام نيوزيلندا وايران هنتغلب ان شاء الله، مش فيها كلام. طبعا انا بتمنى اصلا ان مصر تكسب وتوصل دور ال 16 وتعمل مفاجاه ما عملتهاش قبل كده، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا لينا. بس بالصوره ديت وبالطريقه دي صعب جدا يا جماعه ان احنا نوصل، لان احنا ما عندناش هدف واضح في اللعب.
احنا بنلعب بالبركه. انا حاسس ان احنا بنلعب بالبركه. وبعدين لسه عندنا اصابات، محمد صلاح ربنا يستر هيلعب ولا مش هيلعب. عندك احمد فتوح ربنا يستر هيلعب ولا مش هيلعب. مهند لاشين اللي هو من ضمن الاعمده الاساسيه بنعتمد عليها في نص الملعب، فقدناه بسبب الانذار الثالث. قمه التهريج. حسام حسن بيعمل تغيير، بيطلع محمد صلاح، يقلل الاصابه. تمام. ما تنزل هيثم حسن، ما بتنزلوش ليه؟ انت واخد هيثم حسن اللي هو بيلعب في اسبانيا، في دوري عالي جدا عن اي دوري في المنطقه بتاعتنا، ومعاده جنبك ليه على الدكه؟ ما تنزله يا عم. هو جايبه اصلا المفروض مكان محمد صلاح. محمد صلاح خرج، بنزل زيزو ليه اللي هو ما قدمش اي حاجه مع المنتخب لغايه دلوقتي. زيزو لعيب كبير ولاعيب محترم، بس فاقد، ان هو مش موجود. ما هوش موجود، زيزو مش موجود. ده هو والجون فاضي، هو والشبكه قدامه، ما حدش قدامه غير الشبكه بس، في ماتش نيوزيلندا، وما عرفش يحط الجون. الكره اللي كان بيلعبها بشماله في الزمالك لعبها كتير وجاب منها اجوان كتير. زيزو مش مركز، مش موجود. اهو مصر ان انا اطلع محمد صلاح وانزل زيزو. زيزو عمل ايه لما نزل؟ ما عملش اي حاجه. طب انت واخد هيثم حسن ليه؟ عشان تقعدوا جنبك على الدكه؟ يعني انا جايب لعيب محترف في الدرجه الاولى في اسبانيا، وقعدوا جنبي على الدكه، ولاعب لعيب لسه ما عندوش اي خبره دوليه حتى، زي لاعب برشلونه حمزه عبد الكريم، انزله وهو ما عندوش اي خبره دوليه ولا احتكاك عالي. انا مش فاهم احنا شغالين ايه. انا شايف كده ان احنا شغالين سمك لبن تمر هند. ربنا يسترها معانا، استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب.